وقد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل يوم الراجعين وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص عليكم الله عليم بذات الصدور إن الذين صدوا منكم يوم التقى جمعانهم فزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ويعلم الله من الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل هؤلاء عزة ليغضوا بهم الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم مغفرة من الله ورحمة خير مما أجرتم ولئن متم وقتلتم إلى الله تحشرون وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم لأهلهم إذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحصركم من بعد الذي يحصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون للنبي أن يقول يأتي بما قال يوم القيامة وما توفى كل نفس ما كسبت وما يظلمون اتبع رضوان الله كما الصادق من الله وما وجعلنا في سنسير درجات عند الله بصير بما يعملون فمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم إذا قلتم أن هذا قل ومن عند مسلم قال رسول الله والدين أصابك يوم التقى سبيل الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو قاتلوا في سبيل وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو اتقوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم الكفر يومئذ نحن إنهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ينادون ما قتلوا وفتحوا عن أنفسهم وإن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين منعهم بهم من ربهم الله خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم وعفوا الذين أحسنوا منهم واتقوا إثم عظيم إن الناس يتبعونكم وجعلوا عزة بهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل طلبوا بنعمة من الله وفضل الله يمسسهم سوء وتوكلوا على الله ولا تغفل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه وعافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله يريد الله لا يجعل حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم كان الله ليذر المؤمنين على ما
أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي بالنصير ويشاء ويؤمن بالله ورسله أن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيدوقون ما تحلون يوم القيامة وإلى ميراث السماوات والأرض والله بما يعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وأعظم الأنبياء بغير حال نقول ذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديكم أن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار واتقوا رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فإن قتلتموه إن كنتم صادقين. كذبوا فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والكتاب المنير. ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن تحزي عن النار ويدخل جنة فقد فاز. ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وتبون في أعمالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفرحوا فلا يحسبنهم بمفازة من عذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إنا تدخل النار فقد أخزيتهم وللظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم وليدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار من عند الله والله عنده الثواب. لا يغرنك فغلوا الذين كفروا في البلاد قليلا ثم مأوانا ربي سمها. الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا وإن يأمروا بالنار فإن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
التي جعل الله لكم منها فاسلكوه منها واسلكوا وقولوا قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا تقدم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فاتقوا الله وليقولوا قولا سديدا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الوالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين فاحشة من نسائكم فتشهدوا عليهن أربعة منكم وإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ولهن السبيل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن على الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حلائل أبنائكم الذين من أصحابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ما حل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن آتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويأتيكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وأن يتوب عليكم ويريد الذين يعتبرون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فاجتنبوا كبائر ما تنون على نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما تتنازل الله فليك وكان بكل شيء عليما. جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوا نصيبا إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن المضاجع فاضربوهن وإن أظلموا ولا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما حكيما. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب ابن سبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم
أنهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قليلا فساء قليلا واليوم الآخر أنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون ان تضلوا السبيل على غم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا يعرفون كلمة عن مبادئه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا عليه واسمع غير مسمع ورائنا ضيا بألسنتهم ودعا في الدين قالوا سمعنا واسمعنا كان خيرا ولكن لعنهم الله بكل ما يؤمنون الا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها كما لنا أصحاب السبت وكان أمر الله مغفورا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويؤمن بالله فقد ابتدع إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ولا يزكيهم ويشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا لعنهم الله وإن تجد لهم نصيرا بأمرك فإن لا يؤتون الناس نصيرا أن يسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا إبراهيم الكتاب وإبراهيم آتيناه ملكا عظيما من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم في الأرض لا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بعدل الله ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت العدو منه أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول إن المنافقين يسدون عنك صدودا
مغفرة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله لا إله إلا هو توفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما يوعظون ولا في أنفسهم قولا بليغا رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لن يكن لا تواب رحيما وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا علما عظيما صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا وجوهكم فاغفروا ذنوبنا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قالوا أنعم الله علي علمكم ما شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معكم فوز عظيما ويقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فسوف نؤتيه وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يهاجرون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وقاتلوا يا شيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب هم متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك وكل من عند الله وما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة ومن الله وما أصابك من سيئة ومن نصرها أرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا يطع الرسول لقد تعالى من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول وما يدر ما يميتون ويعلم كفى بالله وكيلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتركتم الشيطان إلا قليلا وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض للمؤمنين
المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كذا منها وكان الله على كل شيء مغيثا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا لا إله إلا هو يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا والله أركسهم بما كسبوا تريدون أن تدعوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واتبعوا حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فقاتلوكم وإن اعتزلوكم أو يقاتلوكم أمروا إليكم السلام وما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يمنوكم ويمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة يركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا اهديهم وخذوا مدلوا حيث تغدموا أولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خدأ ومن قتل مؤمنا خدأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة وعلى الذي فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله وقال من قليل فذلك الفوز معقل وأن الله عليكم وتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا الواحدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأعمالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأعمالهم وأنفسهم قاعدين درجة وكل وعد الله المجاهدين قاعدين درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك جهنم مصيرا إلا المصرفين من الرجال والنساء والرجال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يهاجر في سبيل الله يجد الأرض مراغما كثيرا وسعة يخرج إليه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد رأيت مع الله وكان الله غفورا رحيما فإذا ضربتم
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ويميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين حسيبا إن الله كان غفورا رحيما يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يسخون من الناس ولا يسخون من الله وهو معهم يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم وقيامة من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد غفورا رحيما فإنما يسير على نفسه وكان الله عليما حكيما ثم يرمي به بريئا وقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لعمت طائفة منهم أن يضلوك ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك كتابا ولما تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع وإلى سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويهدي بالله والله ضلالا بعيدا من دونه إلا إله ويدعون إلا شيطانا مريدا وقال لأتخذن بعبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ويصل أسرارا مبينا يعدهم ولا يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك وجنه ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله يحق ولا نسوا من الله يضيعا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد من دون الله وليا ولا نصيرا الصالحات من ذكر وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتبع إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وآتوهم اليتامى بالقسط وما تقدموا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير وعافية الأنفس الشح وإن تسروا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولو تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل البيت في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وأن تكونوا بين إله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله وليا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أيها الناس وكان الله على ذلك قديرا. ما كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما ويدعوا وتؤمنوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا هم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا والبال يغفرها ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم يمنون إلى الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونعمكم من المؤمنين الله يقول بينهم لا قضيها الكافرين المؤمنين سبيلا. الذين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ولا تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تدعوا إلا عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين يتخذون من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك معهم من أعظم ابتلاء المؤمنين بعذاب إذا كنتم آمنتم فكان الله شاكرا عليما. كان الله سميعا عليما. لو تخفوا وتبوا سبحانه كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بالله ورسوله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا.
سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ما جعلوا إليك بما جاءوا بينات فأخذنا على ذلك وآتينا موسى سلطانا وقلنا له سجدا وقلنا له لا تدور السبت وأخذنا منهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقالهم قلوبنا غلف وتولى عليها بكفرهم لا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه بدين إلا اتباعا لما قتلوا يقينا نفعه الله وكان الله عزيزا حكيما إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا حرمنا عليه طيبات وإلا الله بصدق عن سبيل الله كثيرا وقد نهوا عنه وأقيموا مع الناصر بعده وأنزلنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما أنزل إليك أجرا مني والملائكة يأتونك فبلا شهيدا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلوا ضلالا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم إلا ليهديهم طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليم حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وأن يكون عبدا لله ولا الملائكة ملائكة المقربون ومن يستكبر عبادته ويسبح فسيدعو إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استعجبوا وصبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم قرآن من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلوا في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراطا مستقيما يستفتونك قل إن
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا ولا بكل شيء عليم. الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لكم بهيمة الأنعام إلا ما يدعي غير محل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الغلائد ولا آمني البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حضرتم فصدادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الإثم وتولى إلى الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما